نحن سبب زيارتنا لعندك واضح كتير. نحن عم نشتغل كرمال قضية شعبنا وإصرارنا للدين وللدولة كمان. نحن مسلمين كمان فهمان، ومن الحقيقيين كمان. وهلأ نحن محتاجين كتير لدعم رجال الدين يلي مثلك. انتوا اللي بتعرفوا مقاومة الشعب واللي عم بتدافعوا عن الدين والأخلاق. مين من رؤسائكم شفناه عم يسجد سجدة واحدة لربه؟ ولما بنسأل بتقولوا إنه لما كانوا أولاد كانوا عم يصلوا، كأنه الدين والإيمان محصور بالأطفال وبس. لا، مفكرين إنه نحن ما بنعرف حقيقة توجهكم. عاليادي اليادي اليادي يمي العبيدي. حبيب تعال شوي، تعال حتى ضيفك سيجارة، تعال. العمر يحشكم بتقرف. يلا نام هون شوي وانا رح اخلص على الباقيين. ليك شيخنا عم يحكوا لكم عنا بالسيء وبس. نحن مقاومتنا مو بس كرمال شعبنا، بنفس الوقت كرمال ديننا كمان. شعبنا من المسلمين، وبهي الحالة منكون عم نحمي ديننا كمان. أنا بعرف كتير منيح مين بتكونوا. بتستخدموا الدين لمصالحكم بس. لا، عم تحاولوا توصلوا أفكار عديمي الإيمان للناس المؤمنين، والمؤمنين منكم كمان ما بتسمحوا لهم يعيشوا. ليك شيخنا الأخطاء لابد منها، بس كل شي بيتصلح. بسبب كم واحد من اللي غلطوا من التنظيم ما لازم تبيعوا التنظيم، ما هيك يا سيدنا الشيخ؟ كم واحد من الغلطانين ما هيك؟ وشو قول عنكم انتو؟ حتى أحذيتكم ما تركتوها برا. أنا دائما بصلي هون. بتدخلوا مثل الوحوش على البيوت وبعدين بتقولوا كم جاهل. إذا خلصتي كلامك ممكن تطلعي من بيتي هلأ. انت شو عم تحكي معي يا آدم أفندي؟ طلع فيني. نحن منعرف التنظيم على انه ديننا فهمان. لو ما كان التنظيم اللي مثلك ما كانوا قدروا يتجولوا ويحكوا هيك، فهمت علي؟ ليك هلأ ما رح طول بالحكي. إذا ما كنت معنا قلباً وقالباً رح هد كل شي على روسكن لحتى تعرف تحكي. شو عم يصير؟ يلا يلا، لك كيف عرفوا إنه هون؟ ليش ما حدا خبرنا؟ آدم أفندي فكر منيح، عندك مهلة يوم بس. لا رح تقدر تصلي بالجامع ولا رح تلاقي حدا لصفك، فهمت علي؟ بقول الضيعة اللي تم إخلاقها لهون، المساكين بقيانين من غير بيوت وشغل. لا تتحركوا، فتشوا البيت يلا. شو عم تعملوا؟ ليش لحتى تفتشوا البيت؟ ماما أنا خايفة. ولك شو شغلك انت مع التنظيم؟ أنا مالي علاقة بالتنظيم بنوب. وعامل فيها إمام. انت كيف إمام ولك؟ شكلك كذاب. ما دام ما دخلك فيهم، امبارح ليش كانوا هون؟ عامل لي إرهابي انت أنا ما دخلني فيهم وما ساعدتهم أبداً. هلأ انتهى أمره. سيدي لقينا هدول جوا. ما بعرف شي عن هدول، هي حيلة. ولك انت على مين عم تكذب يا عديم الأخلاق؟ وقفوا لا تتحركوا. تعال شوف. احكي لشوف كيف عم بساعدهم. عم بتجيب لهم مصاري ولا رجال؟ لك احكي يا حيوان. أنا ما عملت شي، هي لعبة. لا اتركوني. اتركوني. عمل لك اتركها. اتركوها. اتركوها. بعد بعد. لا تعمل هيك. لك لا تعمل هيك. هلا يا أفندي رح أرجيك كيف تتعامل مع التنظيم. عمل لك اتركها.
اتركوها! بحالي ماما، اتركوني بحالي. انتم مستحيل تكونوا بشر، ما عندكم اخوات ولا نسوان. وليه؟ وقفي مكانك. لك اتركها! خذوها من هون ودوروا فيها كل الضيعة. اتركها! عملك خلوا اتركها! الضيعة تعرف شو يعني إنك عم تتعاون مع التنظيم. الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم، الله لا 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 تعملوا هيك، انتم ما عندكم شرف ولا خذوها من اخلاق. هون. في رجال بيمد ايده على الله لا مرأة. يوفقكم. لا تعملوا هيك، اتركوها! اتركوني. ولك انتم مو بشر ولا رجال، ولك انتم حيوانات، حيوانات. فو. قوم يلا قوم. اتركوني يا حيوانات. قوم 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 لك. هي نهاية يلي بيساعد التنظيم. انتوا كمان شوفوا نهاية الإرهابيين. امشي يا امشي يلا. حيوانات. امشي معي. يا الله. يا الله. يا الله. والله قلبنا معك. لا قوة إلا بالله. إيه الله يرحمه. وصل تنظيم يا جماعة، يلا يلا يلا. نشوف. العوض بسلامتك سيدنا الشيخ. اجينا مشان نعرف شو جوابك، وما في شي تاني ممكن نقول لك يا بعد اللي صار. سمعنا شو عملوا فيك هدول الظلام، زعلت كتير على اللي صار، بس نحن كنا منبهينك قديش هدول ظلام وما بيخافوا الله. نحن ما طلعنا على الجبل على الفاضي، كل واحد وعنده سبب. وهلأ أنا مو جاية لحتى أضغط عليك، ما رح حط سلاح براسك وأقول لك وقف جنبنا وادعمنا. إذا أنت بعد كل الظلم اللي شفته بعيونك رح تقعد هيك، معناتها ما عنا شي نقوله. الله يفتح طريقك يا سيدنا الشيخ. إيه، إذا بتحب إنك تنضم إلنا وتحارب هدول الظلام، ما رح نعطيك سلاح، رح تكون بس دعم إلنا يا سيدنا الإمام، وبابنا مفتوح إلك بأي وقت. وقفوا! اتركوه. خالو، من اليوم ورايح رح تدعموا التنظيم، وما رح تسمحوا للدولة بإنه تمارس عليكم الظلم أكثر من هيك. ابنك كان بده يطلع على الجبل، بس أنا منعته أكثر من مرة. إذا بده خليه يطلع على الجبل، هذا الطريق الصحيح، اللي عم يعمله التنظيم هو الصواب. سمعتوا شو قال؟ ألو، والله شغلك نظيف يا عدنان. الشيخ آدم صار واحد من عناصرنا، وقريباً رح يفتي للناس كل شي عم نعمله. مبروك عليك وعلينا. حلو، كسبكم للشيخ قدم خطوة منيحة، صار فيكم تتحركوا بهديك الضيعة مثل ما بدكن. الشيخ آدم بخدمتكن،
الناس هنيك بيسمعوا كلامه، ممكن تستخدموه بأي فعالية بدكم إياها. اسمعي، وين بتلاقوا حدا متدين وبده يسمع كلام ديني خدوه لعنده.